صعوبة الشرح تجبرني على الصمت دائما، كأن هناك شيئا في صدري يخنق كل حرف قبل أن يخرج. أحاول أن أشرح ما يؤلمني، لكن الكلمات تتفلت مني، تتحول إلى وجع لا يقال وإلى صراخ لا يسمع. أحيانا أبدأ بالكلام ثم أتراجع، كأن شيئا داخليا يهمس لي ألا فائدة، أن لا أحد سيفهم ما أريد قوله حقا. لذلك أصمت وأخفي خلف هدوئي ضجيجا لا يسمعه أحد. أبتسم كي لا يكتشف وجعي، وأتظاهر بالقوة بينما قلبي يختنق في صمت ثقيل. الصمت ليس ضعفا كما يظن البعض، بل هو درعي الأخير في وجه الانهيار، طريقتي في النجاة حين تعجز الحروف عن إنصافي. أصمت لأن الكلام مؤلم، لأن الشرح يوجع أكثر من الوجع نفسه. لذلك أختار الصمت وأترك كل ما في قلبي يحترق بهدوء، فالصمت أحيانا هو الطريقة الوحيدة للبقاء.